اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه النهارده بقى يا جماعه؟ قلت بقى مفيش غير العدس اللي هعمله في السقعه اللي احنا فيها دي. طبعا يا جماعه شتا يعني عدس ومحشي. فانا بصراحه عملت بقى شويه عدس كده، انا بعمله بطريقه بصراحه مختلفه عن ناس كتير جدا. الناس كلها يا جماعه بتفرم العدس في الخلاط. انا بفرم المكونات اللي بتتحط على العدس، والعدس مش بيتفرم بس بقى يستوي على نار هاديه كده زي ما انتم شايفين بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. تمام. يعني بفرم الطماطم والفلفل والثوم والبصل، بفرمهم كلهم واحطهم على العدس واسيبهم بقى على النار هاديه، واحط عليهم سمنه كده عشان يا جماعه العدس بيحب السمنه جدا، وكمون بقى وفلفل اسود وشويه من ملح. واسيبهم بقى على نار هاديه يعني يستوي لمده 10 دقايق على نار عاليه. وبعد كده بهدي النار بقى ويستوي تمام. وكل وقت يعني كل 10 دقايق كده بتقلبي تقليبه حلوه علشان طبعا مش يلزق في قاع الحله. تمام. مع البصل بقى كده يا جماعه والجرجير، ومعاه بقى شويه كده ايه، شوية جرجير كده جمال كده. انتوا عارفين الجرجير بيفتح النفس جدا على اي اكل. وبألف هنا وشوف على قلوبكم. فضلوا معانا بقى يا احلى فانز في الدنيا، استنونا ان شاء الله فيديوهات كتيرة جدا. يلا باي باي.